كل ما تيجي في ايه يا باشا قولي لي ما جاتش يا ماما هنا قدامك محمد اتفرج الناس ما تجيبوش حاجه عشان مش شايفين الصور دي معاه تليفون مش عارفه لا مش هقدر اتكلم لما اطمن عليها والله لا مش هقدر اتكلم خالص. مش واخدين يا عم منهم تليفونات اديها لهم ايوه ما هم اديها لهم بس بعد ايه طيب؟ وهي شاطره وذكيه ازاي؟ انا بذاكر لغايه الصبح بذاكر ما نامتش كل اللي انت حلو احنا نقع احنا كده حطموهم من اول مره يعني العيل هيبقى يائس في الامتحانات اللي جايه. ماشي كانوا النهارده حتى هديوا عليهم شويه عشان خمسه الدنيا عادي حتى العيل كان بيدي مبسوط. اول يوم تمسك قلم بتقول له شايف عايزين نتكلم معاهم نشوف ايه بالنسبه للاولاد محتاجين ميه حاجه ساقعه ميه ساقعه ما ياخدوش منهم موبايلات الفتره اللي فيها الرعي عشان نقدر نطمن عليهم وخليهم يعني يعملوهم كويس ما بلاش تبويظ الاعصاب لان اي بنت بتبقى في فتره الامتحان ديت والفتره بتبقى اعصابها كويسه محتاجه نتكلم معاهم كويس واعملهم كويس مش غش ولا اي حاجه لا احنا اولادنا الحمد لله ما بيغشوش. انا عندي 3 توأم في ثالثه ثانوي كلهم علم رياضه. سألني عن التوتر ما بنامش بقالي 4 أيام 3 أيام عبال ما بهدي كل واحد شويه اخرج لده الاقي ده اتوتر الاقي ده اتوتر. مش ظروفهم ان جت في ايام الثوره واحنا في بلد سياحيه والظروف كلها صعبه كلنا متوترين بسبب ثانويه عامه. طمنتي عليهم طب بين اللجنتين ولا لا؟ ما عرفتش اطمن عليهم عشان منعوا ان احنا البوابه تتفتح ولا حتى عرفنا نديلهم لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه خالص وطالعين اعصابهم بايظه من شده اللجان عليهم علشان هم اتوتروا من شده اللجان مش اتوتروا من ان الامتحان صعب ولا ان هو كتير ولا ان هو طويل اتوتروا من ان شده المدرسين والمعلمين. ما كلمتيش حد من البنات قال لك الامتحان صعب ولا سهل؟ ما اتكلمتش مع بنتي لان ما عرفتش اتكلم معاها فما عرفتش هم كل اللي قالوا ان احنا اتوترنا من ملاحظات المراقبين علينا علشان منعنا من اي حاجه كل حاجه.